كيفك يما؟ توحشتيني، وكمان اتوحشتني اختي والله. يا سلام، لو كنت توحشتكم كنت جيت، وده انتوا بتيجوا كل فين وفين. انت بتقولي ليه كده يما؟ والله توحشتينا انت ورويدة. عامة يا بكاشين انتم ماشي. بقول لكم ايه، اخوك عمر فين؟ ما جاش معاكم ليه؟ عمر قاعد هناك جار محمد مش راضي يسيبه. قلتولي قاعد جار محمد اخوكم. وانتوا بتحبوا محمد؟ ايوه يما هنحبه، يعني ما هنحبوش؟ ما اخوني. بتحبوه. ماشي. ياما. ياما تعالي سلمي على الولاد جم. في ايه يا بنتي؟ يما في ايه؟ ازيكم يا ولاد؟ ياما بقول لك الولاد جم، تعالي عشان تسلمي عليهم. الله يسلمكي يا اختي ويسلمهم. عاملين ايه يا اختي؟ عاملين ايه يا ولاد؟ الحمد لله يا ستي كويسين. انت عامله ايه وصحتك عامله ايه؟ ايه دي الولاد هنا؟ يا ولاد مش تباركوا امكم هتتجوز عمكم صالح. في ايه يا بنت؟ ايه الكلام اللي انت بتكلميه دي؟ لسه ما فيش حاجه من دي خالص حصلت ولا هتحصل. ليه ياما مش هتحصل؟ ليه لا هتحصل بس مش بالطريقه بتاعتها دي. في ايه يا عيش؟ ايه اللي مضايقك يعني؟ لا يا خالي، امي مش هتتجوز، امي هترجع لابوي. والله زي ما بقول لك دي. في ايه يا نوال؟ ما كانوا لازم هيعرفوا. امك هتتجوز يا حبيبي. الله عليك يا شيخي. يا شيخ اهدي، الموضوع ما بيتاخدش كده. وهي يعني ما تعملش ليه ياما؟ ما تبقاش عايشي. يما هو انت فعلا هتتجوزي؟ يما تتجوزي زي ما خالتي بتقول. ايوه يا بنت هتتجوز، بس لسه يعني مش عارفين اذا كان يعني احنا هنوافق ولا لا. بس من جهة هي هتتجوز هتفضل قاعده. هو مش ابوك يا اختي واحد جوز؟ يا ستي احنا هنخلي ابويا يرد امي. بالله عليكم ما تجوزوها. أنا هتجوز يا كمال، أنا هتجوز يا نور. وهاخد كمان أخوكم عمر معاي. اللي عاوز يجي يعيش معاي أنا وعمكم صالح يجي. يما اصبري، يما اصبري بالله عليكي. احنا عايزين نعيش معاكي ومع ابوي. احنا مش عاوزين نعيش مع راجل غريب. ما هو مش هيبقى غريب يا نور، ده هيبقى جوز أمك. وبعدين يعني لو عايزة تيجي تعيشي معايا تعالي. ده احنا هنسافر وبره، مش هنقعد هنا. بره الدنيا جميلة، تعالوا معاي. وانت كمان يا كمال. انا مش سايب هنيه ومش سايب ابويا يما. براحتك، عايزه انت تسافري سافري. يلا يا نوري، سيبني اقعد مع عمي شويه يا كمال. امك ما بقتش فاضيانا، امك هتتجوز. يلا يا نوري. هتسيب اختك يا واد تقعد معايا شوية؟ يوه، ايه اللي انت فيه دي يا كمال؟ بصلي يا كمال. ابصلك ليه يما؟ مش انت هتتجوزي؟ ربنا يسعدك. انا هاخد اختي وامشي. يا كمال انا مش هعمل لا حاجه عيب ولا حاجه حرام، ما ابوك اتجوز يا كمال. يعني انا هقعد لحالك دي؟ براحتك يما. انا قلت لك اصبري وابويا هيردك وانت مش صابره. ابوك مش ناوي يردني يا كمال، ابوك بيضحك عليكم. انا كمان لازم اشوف حياتي، ما انا مش هقضي حياتك دي. طب بصي يما، احنا موافقين انا واخواتي هنيجي نقعد معاكي هني، بس ما تتجوزيش. ليه يا اخوي؟ عليها حكم ولا حكم لما ابوك يتجوز وهي تفضل قاعده بيكم؟ لا يا باي، انت واخواتك تخص ابوك، مالكمش دعوه بامكم. يما حرام عليها نوال، حرام عليكي يا نوال عيالك دول. وانتي يا اختي لما كان الاستاذ ابراهيم كان متقدم لاختك وعاوز يتجوزها كنت بتزقها زق. لما الجوازه مش جايه على هواكي يعني يا عيش. بقول لك ايه يا عيش، حطي لسانك جوا بقك واقعدي ساكته. انا اقصد بس عشان الاولاد. لو كانت اتجوزت يعني الاستاذ ابراهيم ما كانش معاها اولاد. اقعد يا عيش عشان ما حدش فاهمك جدي. خلاص بقى يا كمال، قلت لك اقعد يا كمال. لا يما احنا ماشيين، ربنا يهنيكي. يلا يا نوري. نفسي افهم بس استفدت ايه اللي انت عملتيه دي؟ حرام عليكي. اولادي بقالهم اكتر من اسبوعين ما شفتهمش. ليه اللي انت بتعمليه دي يا اختي؟ يعني هما ما كانوش هيعرفوا؟ ما كانوا هيعرفوا. انا كنت هجيبها لهم بطريقه احسن من دي. ليه اللي انت عملتيه دي يا عيش؟ ليه قسوه القلب دي يا اختي؟ وانا جيت جنبك ولا عملت لك حاجه؟ اكده ولا اكده كان هيعرفوا. انت مكبره ليه الموضوع؟ عاجبك يما بنتك واللي بتعمله دي؟ لا ما عجبنيش يا نوال. بس اهدي يا حبيبتي، احنا مش عارفين اختك ليه بتتصرف كده. وانا هحل لك المشكله يا ستي. وبدل انت عايزه تتجوزي صالح اتجوزيه. ويا ستي خدي البت اللي على يدك دي والواد الصغير معاكي. وكمال ونور كبار يقعدوا احد ابوهم يعني. ماشي يما، ربنا يعدلها من عنده. ابها عليكي يا عيشه واللي بتعمليه. انا لازم اكلم دلوقتي جوزك يجي هني.
عمري ما دقت حلاوة الحب غير لما حبيتك تلالالال، ولا شفت راحة قلبي إلا وأنا في بيتك. تسلم 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 لقلبي، وتعيش لحب. بجد يا اختي عمري ما دقت حلاوة الحب غير وانت في بيته، وقولي عمري ما شفت حلاوة الذل غير وانا في بيتك. المرمطة والمواعين والغسيل والكنيس والمسح والتنفيذ، ايه دي من كل عقلك يا اختك دي عمالة تغني كمان وانت وتدندني وانت بتغسلي الغسيلات دي. وما غنيش ليه يا اختي وما دندنش ليه؟ وبعدين هواني يعني بغسل غسيل حد غريب؟ ده غسيل انا وولادي وجوزي وعمتي، ما فيهاش حاجة يعني. سبحان الله، يعني انا بستغرب عليكي يا اختي، كيف انت بتقعدي على الغسيل دي؟ اسكتي، الغسيل دي كابوس حداي. تعرفي ليلة منفيسة ولدت فضلت متدبسة فيه ليلتين اللي اخلع منه ما عرفتش. سبحان الله، ما تقوليش كان فيه مغناطيسك دي كل ما ابعد يشدني. لا لا، انا ما بحبش الكلام دي. خلصت الغسالات يا دعاء؟ كويس ان لقيتك يا ولاء، خدي، كنت عاوزاك وكنت لسه هنادي عليك. خير يا عمتي، كنت عاوزة مني ايه يا حبيبتي؟ سبحان الله، بنت حلال مصفي يا ولاء. نعم يا عمتي، كنت عاوزة مني ايش؟ انا عايزاك يا بنت تسيقي لي الصالة وتسيقي لي كمان القطين وكمان تسيقي لي المنظرة، حاسه كده ان هم مطربين. يا عمتي انت حاسة لكن مش متأكدة. لا لا، دول نضاف لسه يا دوبك مسيجينهم اول امبارح. بها عليك يا بيت، لما اقول لك حاجه اسمعي الكلام. يلا روحي سيقيهم لحد ما اختك تخلص الغسالات ولا دبسك فيهم. له على ايه؟ طيب احسن. استني يا ولاء عاوزاكي. يا ستار يا رب. بقول لك ايه يا بنتي يا دعاء، سطل الميه اللي ورايا دي انت عاوزاه ولا ايه؟ هخلي البت تاخده تسيق بيه، ما بحبش انا الشرشوبه والكلام الفاضي دي. سطل المية لا لا، خديه خديه يا ولاء سيئ بيه، انا مش محتاجاه في حاجة. الحنفية هي، هخلص شطيف الهدوم اللي معايا دي واملى غيرها. ماشي يا حبيبتي، شهلي يلا عشان تنزلي تجيبي لنا الوكل من السوق. يلا يا ولاء خدي سطل الميه دي وسيجي لنا بيه بر، ماشي؟ ولو عوزتي تاني تيجي تملي برضه دور تاني عشان الحته تبقى نظيفه وريحتها حلوه. ممسح بالشكشوبة يا عمتي. قالت له يعني، قالت ما تمسحوش بيه، انا مش قادرة اوطي. لا يا بنت، انا قلت هتمسحي بسطل الميه دي يعني هتمسحي بيه. خديه يلا واطلعي يا بار، يلا وانا جايالك. يلا يا حبيبتي خلصي الغسالات دي عشان عايزين نشاهل وماشي. ماشي يا عمتي. بنت حلال مصفي انت يا ولا. اتدبست انت دلوقتي، زمانها مش طايقة روحها ولا. تسلم 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 لي قلبي. وهي كمان مالها نور؟ مالك يا بنت يا نور عمالة تبكي ليه كده؟ قولولي. مفيش يا ستي. لا في يا ستي، امي هتتجوز. يا الف بركة، الحمد لله ما تتجوز. هو انت يعني متضايقة ليه يا نور؟ هي البعيدة ما بتحسش ولا ايه؟ دي امهم يا اللي ما بتفهميش انت. روحي يلا عملي اللي قلتلك عليه. طب اهدى يا حبيب، اهدى يا باي. وانت كمان يا نور، يا نور ما هي ابوك اتجوز يا نور، ما فيهاش حاجة يا حبيبتي، ولما تحب تزور امك بروحي لها. امي هتتجوز خالي صالح ابن خالتها وهيسافروا برا. يا ما انت كريم يا رب. لا انا مش عايزه، انا مش عايزه يا ست امي تتجوز يا ستي. رجعي امي يا ستي، خليها ترجع تعيش هني حدانا. ما عادش ينفع يا حبيبتي، والله ما ينفع. طب انت لو عايزة تروحي تعيشي معاها بروحي. ما امي قالت له انا دلوقتي انا عايزه اعيش مع ابوي، وكمان نورة هتعيش هني لان هي هتاخد رويدة وهتاخد عمر بس. السلام عليكم. في ايه يا نورة بتعيطي ليه؟ مالها نورة يما؟ ما فيش يا حموكش، خشي انت ما تشغلش بالك. لا انا مش هامشي غير لما اعرف هي مالها. مالك يا نورة؟ امي هتتجوز يا عمي وانا مش عايزاها تتجوز، انا عايزه امي ترجع عينيه حداني. اسمعيني يا نورة يا حبيبتي، امك لازم تتجوز زي ما ابوك اتجوز، ولا انت يعني عايزه امك تفضل قاعده لحالها كده؟ ايوه يا عمي، بس انا مش عايزاها تتجوز، فيها ايه يعني لما امي ترجع تعيش معانا هني في البيت؟ خلاص يا حبيبتي خلاص، ما عادش ينفع. امك وابوكي ما ينفعش ان هم يعيشوا مع بعضيهم، الا هيفضلوا عايشين في خناق كل شويه. خلاص بقى يا نور، ما تتعبيش عمك لسه جاي من الشغل وتعبان. بقول لك ايه يا عمي، خلي ابويا يرجع امي هني، انا مش هقدر اعيش من غيرها. اسمعيني يا حبيبتي، مش عمتك نفيسي كويسة معاكي وانت بتقولي لها يا ماما؟ ايوه يا ستي، ام نفيسة كويسة، بس انا بحب امي. يا
يا ستي لما انت تحبي تشوفيها بروحي لها. ما ينفعش يا عمي، امي هتسافر. بقول لك ايه يا حموكش، خش انت يا حبيبي غير خلقاتك دي. بس يا نور عمك تعبان، روح يا حبيبي. وبصي يا نورة كمان لما تحبي تشوفي والدتك بروحي لها. بقول لك يا عمي هتسافر. يا ستي اكيد هتيجي عشان تشوفكم، يعني هي هتنساكم؟ خلاص بقى يا نوري. خلاص يا عمي انا دلوقتي هد اختي، روح انت علشان شكلك تعبان. ربنا يقدم اللي فيه الخير يا كمال. بقول لك ايه يما، انا واحد صاحبي رن علي، هطلع دي اكلم على طول وارجع تاني. ماشي يا حموكش، روح ربنا معاك يا حبيبي. وانت كمان يا نورة، مش كل حد جديد تفضلي تبكي. قلت لك خلاص امك وابوكي مش راجعين لبعض مرة تاني. يعني خلاص يا كمال مفيش امل يا كمال. قومي يا اختي الامل في ربنا. قومي يا حبيبتي تعالي نطلع فوق على شقتنا. قومي يا حبة عين ستك، قومي يا حبيبتي، أنا هني ومش هسيبكم واصل. ماشي يا كمال، يلا نطلع فوق يا كمال على شقتنا. حول ولا قوة إلا بالله، يا رب لطفك من عندك يا رب. تعرفي يا عمتي الولاد دول صعبوا علي والله، لكن امهم ما تستاهلش. مهما كان يا بنتي فراق الأم برضو مش حاجة سهلة عليهم، ربنا يصبرهم. احنا بقى دورنا دلوقتي ان احنا نهون عليهم ونخليهم مبسوطين. تعرف يا عمتي انا اجيب المسجل دلوقتي واجيب الولاد من فوق ونقعد بقى نرقصهم علشان يسهوا. يا أختي لما بتصدقي انتي مولد علشان تهيسي. لا ما هنجيبش حاجة، وخشي سيق الحاجة اللي قلتلك عليه. يلا يا ولاء. واه يا عمتي هو انت ما بتنسيش واصل؟ ده انا كنت عاوزه اهون عليهم. لا يا أختي ما بنساش، يلا روحوا مركز صالح انت. بقول لك ايه يا ساره، انت هنيه يعني مش هضمي تحت. ايه يا ابراهيم، يعني جريمة يعني؟ وبعدين يا اخويا امك مش محتاجاني في حاجة، امك بدل حبيبتها سارة تحت خلاص، عايزاني في ايه؟ واحنا مش هنخلصوا من الموال دي؟ فيه ايه مالك؟ مالها العدويني وكل اللي بيكرهوني، اني مالي يعني؟ ما انا قاعدة اهو. انت اللي بتقولي ما نزلتش هضمي ليه؟ انا خلصت اللي ورايا وطلعت. طب احنا دلوقتي مش هناكله، انزل عشان تغرفيلي. امال ايه؟ ماشي انا نازلة اهو. بس انت يعني هتاكل لحالك، مش هتستنى لما اخوك يجي؟ يلا بس انا سامع حس هجومة هم. زمانهم كانوا بيلفوا وعمالين يتفسحوا وسايبيني انا هني في المواعين بقى والشغل تحت لحالي. بقول لك ايه يا ابراهيم، الموضوع ده مش نافع. هو ايه اللي مش نافع يعني؟ انا قلت عليه. امك كمان وهي رايحه في اي حته بتاخد صفيه معاها، المفروض ان انا مراتي الكبير تاخدني انا، بتاخد صفيه في كل حته ليه؟ دي مش عادل، لازم تكلم امك فيه. والله امي بتستريح مع صفية عنك، دي مطرح ما القلب بيستريح يعني. انت لو انت ناصحة وكويسة كنت خليت امي تثق فيكي، زي ما صفية جات على طول من اول شهرين سرقت امي على طول. انت ما تعرفيش صفية عملت ايه في امي اتغيرت 24 درجة. يعني انت صفية عملت اللي انت ما قدرتيش تعمليه في سنين. حسسني يعني ان صفيه دي بنت برمديله، دي غشاشه ونصابه. وعلى فكره بقى انا اللي بعمل معظم الشغل تحت، وهي بتاخد كل حاجه على الجاهز. على فكره انا هثبت لكم بكره ان صفيه دي مش كويسه. والله عامة يا اختي اعملي انت نص اللي هي عملته، بس انا نازل على تحت تحصليني. تنزل بقى والله تطلع ان شاء الله. دلوقتي بقى هيكتشفوا المصيبه وهتتهزق قدامي. انت بتقولي ايه؟ انا ما بقولش. يلا ننزل وننزل عشان امك. هو فيه زي امك هدايا يعني؟ دمك دي النني والحته الجوانيه. يا اختي بطلي رط ونادي الواد ياسين وخلينا ننزل يلا عشان نتعشوا. مش عارفه اخلص منك حتى يا صفيه مع جوزي هو كمان بيشكر فيكي. ماشي دلوقتي هتتهزقي قدامي ويبقى بقى الفوق للركب. يا سلام مفيش حد هنا يعني؟ ايه دي؟ هو انت جيتي يا حاني؟ اقعدي انا هجيب لك حاجه عشان تاكليه. لا انا ماليش نفس، كل انت. انا مش عاوزه اكل دلوقتي. ليه انت مش جوعانه ليه؟ انا يا ستي مش جعانه، كل انت. بقول لك ايه، امال فايز جه ولا ما جاش؟ فايز؟ انت عاوزه فايز ليه؟ يوه ما ترد عليا زي ما بكلمك. فايز جه ولا ما جاش؟ فايز جوه في الاوضه. اول ما جه مش لقاكي دخل على طول على جوه. هجيب لكم واكل تاكلوا. لا يا ستي مش عاوزه اكل، كل انت لو انت عاوزه، ولا اكلي فايز. انا تعبانه وداخله عاوزه انام، بعد اذنك مش عاوزه احس خالص. من ميته وانت غلبانه كده، يا رب تفضلي كده على طول. بقول لك ايه يا فايز يوه. عاوزه ايه يا رحانه؟ بتصحيني ليه؟ فسحك دي، انا عاوزه انام، ظهري وجعني. لا تروح تنام بره حد امك. يا فايز يا واد يا فايز، تعالى اوضه اخوك هي تفضي. يا خبر هتعمل ايه في الواد؟
اسكت بقى، مش عاوزة احس، عاوزة انام. ياني انا مش عارفة ظهري وجعني ليه كده، ماني كنت رايحة كويسة، ايه اللي جرالي بس؟ في ايه يا صفيه؟ اول ما جيت يا بنت طلعت على طول على شقتك كده. والله ما اعرف يما، انا حاسة كده انني ظهري وجعني جو، مع اني يعني الدكتور قال ان الحمد لله كل حاجة تمام. امال ايه يا بنت اللي حصل؟ اتخضيت عليك، انت كويسه؟ ما تقلقيش يما، والله انا كويسة. طب يا باي استريحي انت شوي وما تنزليش النهارده، انا هعمل كل حاجه مكانك تحت، وكمان هشيع لك البت ساره بالوكل هني. يما ما تشيعش حد، انا كنت هغير خلقاتي على طول وهنزل لك اهو. لا يا بنت خليكي، وبعدين انت شايله السجاد ليه كده؟ الجو برد عليكم، افرش السجاد. ماني كنت بسيق الأوضة يما قبل ما أنزل، وبعد كده ميعاد الدكتور جي قلت أنزل، ولما أجي أبقى أفرش السجاد. لا يا بنت خليكي، هشيع لك البت ساره برضه تفرش لك السجاد، ما تشيليش حاجه تقيل، استريحي. وانا زي ما قلت لك كده ما تنزليش عشان السلم، انا هشيع لك الاكل مع ساره، تجيب لك الاكل وتفرش لك السجاد. ماني مش عايزة أتعب حد، أنا هعمل والله، أنا دلوقتي هستريح وأعمل. صباح عليك يا بنت، ما تقعدي بقى، يلا ما تعمليش حاجه يا بايا، ماشي؟ بقول لك ايه يا ساره، كويس ان انت نزلتي، انا عايزاكي تغرفي واكلك دي وتطلعيه فوق لسلفتك، وكمان كانت شايله السجاد افرشهولها عشان جت تعبانه طلعت على طول. ماشي يما، ما قلتش حاجه، هعمل لك كل اللي انت عايزاه، بس على فكره كده انت بتجلعيه. لا يا بنت ما بجلعهاش، هي تعبانه فعلا، مش من عادتها على طول تطلع على شقتها كده، اعملي اللي بقول لك عليه يا ساره. ماشي يما، انا ما قلتش حاجه، بس الوكل جوه عامل زي الملح، من اخر مره يعني كان عامل الوكل. ملح؟ ملح ايه؟ وبعدين البت صفيه اللي عاملاه. يما دي حاطه في كل حاجه ولا شوال ملح، ده الاكل جوه ما يتضكش. كيف يعني يا بنت حصل الكلام دي؟ انا بعد ما غطيت الحيله، بعد ما البت صفيه قالت لي، انا حطيت وغرفت وكلت، كيف يعني هيتحط الملح منه الحلو كده؟ قولي لي الحقيقه يا ساره. خيوب انني ما عملتش حساب ان هي كانت واكله ورحت زودت الوكل كله ملح، اعمل ايه دلوقتي؟ اديتيني جفاكي ليه يا ساره؟ انت اللي عملت العمله دي صح؟ ما انا كنت ماسكه الملح، حسيتك يعني ايه ان الباميه دي ناقصه ملح، وانا بحط الملح كله وجع مني. غصب عنك يعني. عامة يا حبيبتي انا كنت شايلك دي غرفة على جنب، انا هطلع دلوقتي لصفي، وانتي هتعيدي لنا الوكل كله دلوقتي، هتعملي لنا بامية ورز ولحمة. دلوقتي يما الساعه 2، اعمل وكل يعني كيف يعني؟ عشان بعد كده يا اختي بمسكي كيس الملح كويس ما يقعش منك، روحي يلا اعملي اللي قلت لك عليه، الحلل اللي جوه تتصبن وتعملي مكانها وكل تاني، يلا يا ساره. بتفجسني كيف الست دي؟ هو انا مش عارفه اخلص منها ولا ايه؟ عامله زي الجردة بتلف كده حوالين نفسها، بتكره نفسها.